لكن من حوالي بقى شهرين الموضوع اتغير بطريقة لفتت انتباهي خالص. في بنت بتحكي وبتقول: أنا عندي مشكلة بقالها فترة ومش عارفة أنا غلطانة ولا لأ. أخويا خاطب من كام شهر، ومن أول الخطوبة كانت خطيبته بتيجي عندنا عادي جدا زي أي بنت مخطوبة، مرة كل أسبوع مرة كل أسبوعين، تقعد شوية وتمشي. ده الطبيعي وده العادي يعني. بقت تيجي عندنا تقريبا كل يوم، ولو مش كل يوم يبقى يوم بعد يوم. وكانت بتيجي الصبح بدري، واوقات قبل الظهر كمان، وتصحينا من النوم وتفضل قاعده معانا بقى تفطر وتتغدى وتتعشى وتقعد لحد بالليل، وبعدين تمشي. الغريب بقى ان هي بتيجي لوحدها، يعني من غير مامتها ولا باباها ولا حتى اختها. في الاول قلت يمكن علشان يعني حبانه وعايزه تقعد معانا، لكن الموضوع بقى عاده. انا مش من النوع اللي بيتدخل في حياه حد، لكن اللي خلاني افكر في الموضوع ان اهلها ناس معروف عنهم ان هم محافظين وملتزمين جدا. فانا مستغربه ازاي سايبين بنتهم كده تيجي لوحدها عند بيت خطيبها وتقعد بالساعات طول اليوم وتمشي بالليل. فانا قلت لنفسي اكيد اهلها عارفين، وبعدين ارجع اقول طب هو ازاي عارفين وراضيين بده. المهم في يوم قلت ايه لاخويا بهدوء كده: هو انت متاكد ان اهلها عارفين؟ راح بصلي كده ببرود وقال لي: انتي مالك، ما تتدخليش في الملكش فيه، هي كبيره وفاهمه وعارفه بتعمل ايه، وانا مش هحقق معاها واقول لها انتي بتيجي ليه وما بتجيش ليه. رديت كده وقلت له: انا مش بتدخل في حياتكم على فكره، بس اهلها لو مش عارفين يبقى دي مشكله كبيره، ولو حد من الجيران او المعارف شافها داخله طالعه كده كل يوم من الصبح بالليل هيبقى الكلام كتير على البنت. بس هو ضحك بقى وخد الموضوع كده بهزار، وقال لي: بقول لك ايه، سيبيها في حالها وما تعمليش مشاكل. الكلام ده بقى فضل شغل بالي كذا يوم. كل يوم اشوفها قاعده عندنا واحس ان في حاجه غلط. ضميري كان بيأنبني، وكنت بقول لنفسي لو اهلها فعلا مش عارفين يبقى انا كمان غلطانه. وفي الاخر قررت بقى ان انا اعمل حاجه. مسكت التليفون وكلمت والدتها وسلمت عليها عادي جدا، وسألتها عن صحتها. وبعد شوية كده قلت لها: هو حضرتك ما بقيتيش تيجي ليه مع ريم عندنا كل يوم؟ اصل هي بتيجي بتقعد كتير جدا، فانا قلقت عليكي يعني ان انتي ما بتجيش. فالست فضلت ساكته كده كام ثانيه بطريقه خوفتني بصراحه، وبعدها قالت: معلش اصل انا تعبانه وما بقتش اتحرك كتير، وان بنتها كل مره بتقول لها ان هي رايحه تقعد مع خطيبها ساعه او ساعتين وترجع على طول، لكن ما كانتش بتقول لها ان هي بتقعد طول اليوم بره. اول بقى ما سمعت الكلام ده حسيت ان الارض كلها بتلف بيا، لان الحقيقه كانت غير كده تماما. البنت دي كانت بتقعد عندنا بالساعات واوقات من الصبح لحد اخر النهار، واهلها ولا عندهم اي فكره ولا يعرفوا عنها اي حاجه. حاولت اغير الكلام وقفلت المكالمه كده بسرعه، لكن كنت عارفه ان بعد المكالمه دي اكيد هيحصل كلام في بيتهم كبير جدا. فضلت بقى طول اليوم قلبي مقبوض وحاسه ان في مشكله كبيره هتحصل. وفعلا بالليل اخويا رجع البيت وهو متعصب قوي، واول ما شافني بدا يزعق ويقول: انت مالك انت ومال الموضوع، بتتدخلي ليه في اللي مالكيش فيه؟ ليه بتكلمي اهلها؟ انت بوظتي الدنيا خالص وخليتيها في موقف محرج قدام اهلها. حاولت بقى افهمه بهدوء وقلت له: انا ما عملتش اي حاجه غلط، انا حتى ما قلتش حاجه وحشه، انا بس سالت والدتها سؤال عادي جدا، ولو اهلها كانوا عارفين ما كانش هيحصل اي مشكله من الاساس. لكنه بقى فضل مصمم ان اللي حصل بسببي ده، وان خطيبته عيطت وابوها زعل منها وحصلت خناقه كبيره جدا في البيت، وان انا السبب في كل اللي حصل. وبعدها رديت عليه وقلت له: ما انا لو كنت سكت وبعد كده لو حد اتكلم على البنت دي وحصلت مشكله ما كنتش هسامح نفسي. الناس للأسف ما بتتكلمش على الراجل، الناس أول واحد بتتكلم أو بتحكم عليه هو البنت وسمعتها، وأنا مستحيل أشوف حاجة زي دي وأسكت. هو سابني ومشى وهو لسه زعلان، وانا دخلت اوضتي مخنوقه جدا، مش عشان ان هو زعق لي، لكن عشان حسيت ان انا اتحطيت في موقف صعب. ومن ناحيه ضميري كان بيقول لي ان انا عملت الصح، ومن ناحيه تانية اخويا شايفني السبب في اللي حصل، وطبعا خطيبته شايفه ان انا وقعت الدنيا وان انا السبب ان اهلها يزعلوا منها ويعملوا لها مشكله. اللي صدمني اكتر ان البنت كانت مخبيه على اهلها الحقيقه، وكانت بتقول لهم ان هي بتقعد ساعه او ساعتين وبتروح عند صاحبتها او بتخترع اي مشاوير تانية يعني، وهي في الحقيقه بتبقى اليوم كله عندنا. وده خلاني بقى افكر لو كانت من الاول صريحة مع اهلها كان كل ده حصل. دلوقتي اخويا وخطيبته بيحاولوا يصلحوا اللي حصل مع اهلها، لكن انا من جوايا بقيت متضايقة جدا منها وحاسة ان الثقة اللي كانت عندي فيها خلاص راحت، ومش عارفة بعد كده اتعامل معاها بنفس الطريقة ولا لا. انا لحد النهاردة مقتنعة ان اللي انا عملته كان بدافع الخوف على البنت وعلى سمعتها، ولو رجع بيا الزمن هتصرف نفس التصرف اللي انا عملته. انتوا شايفين بقى ان انا كده عملت الصح ولا انا اتدخلت في حاجة ما تخصنيش؟
والله انتوا كلكم غلطانين، سواء انت او اخوكي او خطيبته وكمان والدتك، لان المفروض والدتك لما كانت تشوف حاجه زي كده تكلم اخوكي بالراحه وتقول له ما يصحش ان خطيبتك تفضل قاعده عندنا كده طول اليوم، مهما كان دول لسه مخطوبين مش حتى مكتوب كتابهم. واخوكي غلطان ان هو يسيب خطيبته تفضل قاعده عندكم كده طول الوقت، كان المفروض يخاف عليها وعلى سمعتها. وخطيبته غلطانه مليون في الميه، لانها خانت ثقه اهلها. يعني ايه تقول لهم ان هي في مشوار وهي في نفس الوقت عند خطيبها؟ ومش معقولة يعني كانت هتقول لهم ان هي كل يوم، حتى لو بتقول لهم جاي تقعد ساعتين تلاتة عندكم، ومش معقولة طبعا اهلها يقبلوا ان هي كل يوم تكون عندكم. فاكيد هي كانت بتكذب عليهم، وده المفروض يعني اخوك يقلق منه شوية، لان هي كده مش قد الثقة. انت كمان غلطتي ان انت ما اتكلمتيش مع البنت بالراحة، وكان المفروض فهمتيها ان هي اللي بتعمله ده غلط، وان المفروض ان يكون اهلها عارفين بالكلام ده كله. بس انت حطيتيها في موقف محرج جدا، بس ارجع واقولك ان هي تستاهل، لان هي بتعمل حاجة غلط، ولو ما كانتش بتعمل حاجة غلط وهي عارفة ان هي بتعمل حاجة غلط ما كانتش خبت على اهلها. يا ترى صاحبتنا اللي عملته ده صح ولا غلط؟ مستنيه اعرف رايكم في التعليقات، واستنوني ان شاء الله في حلقة جاية في مشكلة جديدة. وسلام عليكم.